مش عايزة أبالغ وأقول لكم إن دي من أحلى الطرق اللي هتعملوا بيها الرز. طعمه بجد حلو قوي وأحلى بكتير ما بنعمله بالطريقة العادية. بس كالعادة قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اشتراك على قناة اليوتيوب ولايك وشير للفيديو ده. وفي طاسة على نار عالية بسخنها كويس جدا وانزل فيها بمعلقة كبيرة من السمنة. على السمنة بحط كده معلقتين كبار من الزيت، وأول ما بيسخنوا عندي بحط بصلاية متقطعة لصغير. يدوب نشوح البصلة كده على خفيف لحد ما يدبل حاجة بسيطة. وانا بشوح البصل بحط كده ورقتين من اللوري بيدوني نكهة حلوة قوي لما بيتحمصوا في الزيت. يدوب كده هنديهم تقليبتين مع البصل وننزل عليهم بفلفل ألوان متقطع لمكعبات صغيرة. كمان بحط جزراية مبشورة، ربع كوباية أو نص كوباية من البسلة الخضراء، وبحط كمان التوابل، معلقة كبيرة من الكركم، ربع معلقة صغيرة كده من القرفة، معلقة صغيرة من الملح، ونص مكعب من المرقة. كمان بحط فلفل اسود وشطة لو حبي. بقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا لحد ما ريحة التوابل تطلع، وكمان الخضار ياخد تشويحة حلوة كده مع التوابل، وكل حاجة تاخد من طعم بعض. علشان الخضار عندي يستوي نص سوا والباقي هيكمله مع الرز، هنحط له بس ربع كوباية من المية ونغطي، ويدوب بس بنسيبهم 5 دقايق على النار يغلوا كده مع المية لحد ما نتأكد ان الخضار خلاص بدأ يستوي. تمام قوي كده. عندي كوباية ونص من الرز البسمتي غسلته كويس جدا وصفيته من المية، وعلى طول باخده وانزل بيه في الخضار. بقلب الرز كويس مع الخضار لحد ما يسخن هو كمان، وبعد كده بقى بننزل بالمية السخنة. والكل كوباية رز بسمتي كوبايتين من المية. أنا استخدمت كوباية ونص فهحط لهم 3 كوبايات من المية المغلية. بظبط المية بتاعته وظبط الملح كمان وأقلبه كده تقلبتين 3 وغطي عليه واسيبه على نار عالية. وأول ما بيتشرب المية بتاعته بهدي النار عليه، أديله الأول تقلبتين كده وهدي النار عليه خالص وغطي واسيبه يستوي على نار هادية زي سوى الرز العادي. وقدموه بقى زي ما تحبوا. الرز ده بجد ريحته تجنن وطعمه بجد خطير وأحلى من أي رز بتعملوه بأي طريقة تانية. ما شاء الله قد ايه رز طالع حباية وحباية، جميل ومفلفل كده وطعمه وريحته يجنن. جربوا بقى تعملوه جنب المشاوي أو لوحده كده أو يتاكل جنب شوية فراخ محمرين. يا سلام بجد. متأكدة انكم لو عملتوه مرة هتعملوه أكتر من مرة وهيعجبكم جدا جدا، وكمان هيعجب ولادكم وهيتبسطوا بيه قوي. أتمنى بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتعملوا اشتراك لقناة اليوتيوب لو مش مشتركين، وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة يا حلوين.